وراء كل قرار فيه نعم أو لا في احتياج نفسي بيدوس على الزرار جوه دماغ الشخص. في 6 احتياجات أساسية بحسب علم النفس السلوكي بيدفعوا الناس للتصرف. أول حاجة هو اليقين، وهو الإحساس بالأمان والاستقرار والقدرة على التوقع. تاني حاجة التنوع أو الإحساس بالإثارة أو بالتغيير أو بالمفاجأة. تالت حاجة الأهمية، يعني الإحساس إنك مميز مقدر ليك قيمة. رابع حاجة الترابط، وده بينعكس في الإحساس بالحب والقبول والانتماء. خامس حاجة النمو أو الإحساس إنك بتتطور وبتتقدم وبتتحسن. وسادس وآخر حاجة وهو المساهمة أو الإسهام، يعني الإحساس إنك بتدي وعامل اللي عليك وسايب أثر في المجتمع اللي حوالين منك. كل بني آدم عنده التوليفة الخاصة بيه من الاحتياجات دي. يعني لو بتقنع حد يشتري منك حاجة وسمعت من نبرته إنه خايف، يبقى تركز على اليقين مش على المميزات. ولو هو زهقان ومحتاج جديد، يبقى لازم تركز على ميزة التنوع مش التكلفة التنافسية. ولو هو حاسس إن هو نفسه مش مهم، يبقى دورك توصل له إنك شايفه ومقدره وفاهم قيمته. تخيل إنك بتقدم نفس المعلومة لشخصين، واحد بيوافق فوراً والتاني بيرفض تماماً. ليه؟ لأن الطريقة اللي اتقدمت بيها المعلومة غيرت معناها تماماً. وهنا هنتكلم على السردية وفن تقديم المعلومة في سياق معين يخلي العقل يشوفها بشكل محدد حتى لو الحقيقة ما اتغيرتش. قلت 20% من الناس ما استفادتش من المنتج، هتشوف الزبون خايف. لكن لو قلت 80% من الناس شافوا فرق حقيقي، ده هيحفز الزبون إن هو يشتري. يعني ادفع 1000 جنيه في السنة، ممكن تبان تقيلة على ناس كتير، لكن بس قسط ب3 جنيه في اليوم ممكن تحسها خفيفة وسهلة. نفس المناطق في المخ اللي بتشتغل لما بتكون جوه تجربة حقيقية بتشتغل برضو لما بتسمع قصة مؤثرة. يعني لو بتحكي قصة عن النجاح، اللي بيسمعك ممكن يحس إن هو اللي نجح. ولو بتحكي عن فشل أو ألم، ممكن يحس بالوجع كأن الألم حصل له تمام. لكن مش أي قصة، لازم تكون قصة فيها شخصية شبه اللي بيسمعك علشان يتعاطف، وتحدي أو مشكلة علشان يندمج معاك، ومفاجأة أو نتيجة علشان يشوف النهاية وإنت تقدر توصل الرسالة. زي بدل ما تقول المنتج ده ممتاز، ممكن تتكلم عن شخص كان بيعاني ولما جربه اتحسن، وساعتها الرسالة هتدخل القلب على طول. فالناس ممكن تنسى الأرقام، بس عمرها ما بتنسى قصة فهموها ولمسها. واحد من أقوى المحفزات في عقل الإنسان هو الخوف من الفرصة اللي هتضيع، اللي احنا بنسميه الخوف من الفقدان أو الفومو Fear of Missing Out. مثال على كده، ساعات الناس ما بتتحركش عشان يكسبوا رزق يومهم، لكن تلاقيهم يتحركوا على طول لو حسوا إن في خسارة أو تهديد على الرزق ده. وهنا بيجي دور حاجتين. أول حاجة الندرة، يعني زي لما بيكتبوا عدد محدود أو Limited Edition. وتاني حاجة الإلحاح، زي ما يقولك آخر فرصة أو قبل نهاية اليوم. لما تقدم عرض بشكل يخلي الشخص يحس إن القرار لازم يتاخد دلوقتي، اللاوعي بيشتغل وبيتحرك بسرعة، أوقات حتى من غير تفكير كافي. ليه؟ لأن العقل بيكره الشعور إنه فاته القطر. لكن خليك حريص، لو استخدمت الندرة والإلحاح بطريقة مزيفة، الناس هتحس وثقتهم فيك هتنهار. يعني لو كل يوم بتقول أنا مشغول بحاجات كبيرة وبقابل ناس مهمة كتيرة، الناس هتعرف إنك بتبالغ وهيبطلوا يسمعوك. مفتاح هنا هو إنك تحط سبب حقيقي للإلحاح أو الندرة، زي ما بتقول أنا بخرج بعد الشغل مرة أو مرتين بس في الأسبوع علشان أحافظ على إدارتي للوقت، أو الاجتماع مع الناس المهمة هيحصل مرة واحدة عشان الصفقة اللي شغالين عليها ومش هيتكرر. فالشفافية زائد الإلحاح تقدر تدينا الإقناع والتأثير. أكبر غلطة بيقع فيها أي حد بيحاول إنه يبقى عنده كاريزما إنه يبدأ من نفسه ومن فكرته، من منتجه ومن هدفه. لكن الكاريزما الحقيقي بيبدأ من الشخص اللي قدامه. بيسأل هو بيفكر إزاي، حاسس بإيه، عايز إيه، بيخاف من إيه، إيه الحاجة اللي ممكن تحركه دلوقتي. لو حاسس إن الكلام لمسك، دوس لايك واشترك وشارك الفيديو مع اللي محتاج يسمعه. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.